مساء الفل، اخباركم ايه؟ هتكلم النهارده على خبر صار لجميع الاهلاويه كلها، لكن هتكلم الاول على ملف الرحيل لاليو ديانج. بالفعل 99.9 هيكون خارج اسوار النادي الاهلي في الميركاتو الشتوي القادم. جاله عرضين من القطري وعرض اخر من جلاتا سراي التركي، لكن القطري قدم 1,500,000 لأليو ديانج، لكن إدارة النادي الأهلي رفضت رفض تام، قالت هبدأ التفاوض على 4,500,000 دولار. لسه هنشوف، لكن 99.9 أليو ديانج خارج النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي، طبعا عشان كولر خلاص مش معتمد عليه خالص في المباراة السابقة. الخبر السار لجميع الاهلاويه ان في 2 اجانب هيكونوا في الميركاتو الشتوي القادم. 2 اجانب، واحد فوق السن والتاني تحت السن، والكلام اكيد من مسؤول جوه النادي الاهلي، قال 2 اجانب هيكونوا في الميركاتو الشتوي القادم، عشان احتماليه اليو ديانج هيكون خارج اسوار النادي الاهلي، وده اللي هيكون البديل الاجنبي اللي هيكون مكان اليو ديانج. طبعا الناس اللي بتقول علي معلول هيمشي في الميركاتو الشتوي، لا خالص، هيكون احتمال في الميركاتو الصيفي القادم، بسبب توقيع احمد فتوح للزمالك. احتمالية علي معلول هيكون موجود في النادي الاهلي، ده الكلام المؤكد جوه النادي الاهلي، عشان في احتمالية انه هيتنازل شوية عن مستحقاته علي معلول، وطبعا هياخد الراتب بتاعه بالجنيه المصري بسبب أزمة الدولار في مصر. ده اللي عندي دلوقتي، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.